السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ جيت بالخف نخدم معكم الطريقة ديال لوغلي اللي خدمتها في الجلابة ديال تنيوفريد اللي كنت حطيت لكم في القناة، طريقة التفصيل والخياطة ديالها. وهذا الفيديو تحت طلب ديال بعض الاخوات. اول حاجه البنات كندير الخياطه على الخياطه ديال تنيوفريد كيف ما كتشوفوا، وكنثبت بالابر بحال هذا الشكل هذا صافي. وكنثبتها مزيان. من بعد كنمشي الخياطه، يعني الملاقيه ديال الخياطه، وكنطوي نفس القياس. وكنثبت بالفنيت. هذه هي الخدمه البنات اللي كنعتمدها. وانا كنثبت في الفنيت او كنطوي، وكنحاول انني كنجبد بايدي غير باش كنشوف يعني الثوب فين غادي، باش ما يكون عندي لا عوجاج لا حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين البنات. من بعد كنجي البدايه ديال او الملاقيه من الجناب، كنجي كنبدا نخيط، ولكن ما كنجبد ما حتى شي حاجه، كنخلي الطويه على الخاطر ديالها حدي. كنبقى نقاد بايدي بحال هكا، كنشوف الفنيت الا كانوا غاديين يجوني معبره فكنحيدهم، يعني كنتفادى ان البرد تهرس ليا او تردم ليا صافي. وكنجي لهنا وكنحاول ان دوك الخياطات يجوني في نفس، يعني في بلاصتهم، ما يجينيش تفاوت. كنتساعد معاهم. انا غير مزربيه الفيديو باش ما يكونش طويل، اما انا البنات كنمشي بشويه بشويه صافي. ها نتوما لوغلي ديالنا كيفاش كيجي. ومن بعد ما صراحه كنفوت غير المرحله الاولى، ما كنبقاش ندير الفنيت. هادشي اللي كاين. ولكن بالنسبه لكم نتوما كمبتدئات، او باش ما تبقاوش تفطقوا باش تجيكم خدمه مقاده من الاول، فمن الاحسن تبتوا بالفنيت او لا تنبلوا، ديروا البرا والخيط وكتبقاو تنبلوا، يعني بحال كتنبلوا كتدخلوا البرا وكتخرجوها، كتخلوا مسافه ومسافه ما بين التنبيله صافي. وبحال هكا كيصدق معكم لوغلي ديالكم مزيان. هاد الطريقه البنات تقدروا تعتمدوها في الجلال البروميين، في العبايات. هاد الطريقه كذلك تقدروا تلوغلوا بها السريولات، الصايات، المهم اي حاجه، قوامج من التحت، المهم اي حاجه صافي. هنايا حتى كنكمل الدوره كامله ديال الجلابه. كيف ما كتشوفوا كنجي كنبعد هنا حيت ما دايرش الفنيت، كنبعد وكنطوي نفس القياس اللي مشيت عليه المره الاولى، وكنكمل الخياطه ديالي صافي. من بعد كيجينا لوغلي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. من بعد انا كنزيد واحد الخياطه على الحافه، انا غادا نحطها معكم دابا نيت. هانتوما كنجي كنمشي على الحاشيه ديال الثوب. انا كتعجبني هاد الطريقه، في يعني كنفيني بها السراول، العبايات من التحت، المهم انا كتعجبني. او لا